قول لي بقى يا استاذ رامبو، لما السيناريو اتعرض عليك انت وافقت ولا لا؟ ومساء الفل عليكم. الغباء والتخلف ما زال مستمر، وخلونا نبدا المشاهد بالاقل غباء للهطل والتخلف العقلي بقى في الاخر خالص. اول مشهد معانا مع الفنان نور الشريف. هات لي. هي المدام طلبت ايه؟ انهي مدام يا فندم؟ المدام اللي قاعده هناك دي. طب تحب اجيب لحضرتك البرتقال الفريش اللي طلبته ولا اجيب لك زي المدام ما بتشرب؟ هي بتشرب ايه؟ المدام بتشرب نبيذ يا فندم. لا استغفر الله العظيم. يا سلام، اللهم قوي ايمانك. لا استغفر الله العظيم، هات لي بيره. بير. لما دام بيره يبقى تمام، مش محتاجه حاجه يعني. ونسيب الفنان نور الشريف ونروح للفنان احمد عبد العزيز مع اغرب حاله ولاده. ايه مالك يا زينات؟ مالها يا استاذ، انت مش شايف بطنها؟ طب انا هنزل اجيب لك دكتور او ابعت لكم. روح انت سخن شويه ميه. ميه ليه؟ لا، هتعمل كوبايه شاي عصاري. ايه هو عفريت طلع لك بالحله؟ الحقني يا حسن. شد يا حسن، شد يا حسن، شد. انا خايف يا زينات. بسم الله ما شاء الله. الطفل شاف استاذ احمد عبد العزيز فقرر انه ينزل متوضي ومستحمي وقاطع الحبل السوري ومفطوم. ايدك كده يا غالي بسرعه، اعمل لايك من زرار اللايك اللي تحت وكمل معانا الفيديو. ونسيب الاستاذ احمد عبد العزيز ونروح لاستاذ جمال اسماعيل في مشهد مع طفل برضه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الطفل اللي عنده 3 شهور باين على وشه كانه عنده 3 سنين وشنبه خط في وشه. بسم الله ما شاء الله، بقى شبه البني ادمين اهو. ده على اساس انه كان شبه التريلا القلاب. والله الطفل على وشك يتف عليهم. انا عايز اعرف فيه ايه، انتوا ايه واحنا مين؟ ونسيب عالم الاطفال ونروح لعالم الرومانسيه مع الفنانه ليلى علوي وايمان البحر درويش. المفروض ان ايمان البحر درويش وليلى علوي كانوا عارفين بعض منذ الطفوله، وبقالهم فتره زمنيه طويله جدا ما شافوش بعض، فبتروح ليلى علوي الاوضه اللي قاعد فيها لاول مره في حياتها. حنان، هتسيبني واقفه كده؟ طب واقف على الأوضة مكركبة. هي اللي قصدي كريم ما ينفعكيش، لأنك فوق في السما وهو في 7 أرض. ما تبقاش. اللهم صل على النبي. زرقاء اليمامه بتشوف ما بين المراتب ومخدات. طب ايه اللي جاب الصوره دي هنا؟ أنا اللي خدتها من البيت من غير ما حد يعرف. لحضرتك السؤال الاهم، انت عرفت مكانها ازاي؟ يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكثير. ونسيب الفنان ايمان البحر درويش ونروح لمشهد من اغبى المشاهد الاخراجيه في الدراما المصريه. واذا كنت عايزه تقطعي لسانها ولسانه، تعالي انت كمان عند ناجي يكشف عليكي ويعلن الحقيقه. لا، انا مش هكشف تاني. انا كشفت مره وخلاص. محسن رخر بيقول كده، وزي انت ما قلتي انه سرق نتيجه الكشف عشان محدش يعرف ان العيب منه، هو كمان بيقول انك عملتي كده. حضرتك بتكلمينا؟ ايوه. طب انتوا عاجبكم منظركم ده؟ ايوه. دي دماغ بانجو صح؟ ايوه. احلى سجاره على عيونك كمخرجنا. انتي متاكده؟ ايوه. المخرج كان عايز يثبت لنا ان مسلسلات ممكن تطلع في الجرايد عادي. ايوه. بص بقى، اللي فات ده كله كوم، والمشهد ده تحديدا كوم تاني لوحده. المشهد ده لما شفته فكرت جديا في الهجره وبدات اخد اجراءات عمليه فعلا، لان كده كتير. قول لي بقى يا استاذ رامبو، لما السيناريو اتعرض عليك انت وافقت ولا لا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب خليني اسالك سؤال تاني، انت بتحب لعبتك ولا لا؟ بقى هي الدنيا كده، بقى هما الناس كده. والله من ثقتها وهي بتسال انا حسيت اللي غلط فيا انا. طب اخر سؤال خالص، انت كنت بتتعب في تصوير الفيلم؟ لا ده الكتامين بقى سايق والشعب حلو ورايق، يعني الفيلم حلو وناجح، ليه نعمل كده؟ ونسيب عم رامبو ونروح للفنانه سمية الخشاب حيث الرزانه والطرب الاصيل. هو غلطتي ان انا قدمت فن جيد؟ كان لازم يعني ساير الهوجه؟ والله يا استاذه من سمعك الموضوع بقى بشع. لا يا صح الا صحيح، انت تعبتي وقدمت فن بجد. يا ريتهم يحكموا عليا بمقاييس الفن، دول بيقارنوا شغلي بشغل اللي بيغنوا بقمصان النوم. سمعينا بقى الطرب يا استاذه. كفايه كفايه ارجوك. شوف انا فوق خدي دمعي كام سنه جيت وفضلت اصبر في قلبي واقول اصبر. طب ايه علاقه تمرين الزومبا اللي بتعمليه ده بالموضوع؟ ونسيب الفنانه سمية الخشاب ونروح لفيلم قديم شويه لاسماعيل ياسين وهو فيلم ليله الدخله.
لا لسه ليلة الدخلة. ايوه كده يا بنات، برافو. نهاركو اسود ومطين بجله. عقبال عندنا ايه؟ قليل ادب يا قذر. لما تكون عايز تبقى فاميلي فريندلي ومحترم بس تشمل منك على نتفليكس. ونسيب فيلم ليلة الدخلة ونروح لمشهد رومانسي حساس مع الفنانة إلهام شاهين. احنا عمرنا ما هنسيب بعض. يا رب يا صلاح، يا رب ما يفرقناش عن بعض ابدا. وبموت فيكي. حبيب قلبي، نفسي الف معاك الدنيا كلها، نفسي في حاجات كتير قوي نعملها مع بعض. صلاح انت نمت يا حبيبي؟ صلح. لا حول ولا قوة إلا بالله، راجل فيص. بيبي صلاح انت نمت ولا ايه؟ صلاح مالك؟ الحضن المميت. صلاح ما بتردش عليا ليه؟ لا صلحي سافر لرفيق الأعلى خلاص. صلاح انت بتهزر ولا ايه؟ ده بيهزر، انت اللي بتهزري، تقلتي على العيار عليه ليه؟ صلاح مالك في ايه؟ صلاح ارقد بسلام ابو الصلح. فدي بقى كل كوم والتوب 3 دول حاجه بقى ايه، عظمه العظمه في الغباء. حبيتك وما عنديش استعداد اتخلى عنك تحت اي ظرف. انت مين يا جدع؟ بتعمل ايه؟ انا اسف يا استاذ عبد الحليم اذا كنت اقتحمت عليكم عادتك. ارجوك كفايه تصوير. بقول لك انت مين؟ دي صور تذكاريه للانسه. ومين اداك حق تصورنا؟ والعندليب كان اكتع يا استاذ، امشي روح. طب اهجم عليه، اعمل اي حاجه، ارميه الطفايه. يا استاذ عبد الحليم ما تزعلش، ولو على الفيلم انا ممكن اديهولك. هات الفيلم والله هاته. ممكن اعرف بس مين الاول الانسه؟ لا نجم ولا ليها علاقه بالوسط، انا بقول لك هات ما تعصبنيش. يخرب بيتك، المشهد خلص وممثلين مشي واتحرك. انت ايه يا بني ادم انت؟ وعايز مننا ايه؟ انا صحفي. بتبقى فضيحه. انا ماشي حليم. جيجي انت مين وبتشتغل في جورنال ايه؟ وحياتك لا هكلم رئيس التحرير وهوريك. استاذ المشهد خلص خلاص، قوم اتشطف وروح بيتكم. نسيب العندليب ونروح لاغبى مشهد قتل مع الفنان عماد رشاد. انا ماليش دعوه، هو اللي قتلها. روح اقتله هو، انا ماليش دعوه. لازم تيجي معايا يا كفافي. هاجي معاك. نروح فين؟ البوليس، النيابه، لازم تقول كل حاجه. انا هكوي اختك، انا هوقف لك اكبر محامي في البلد. حاجه من الدنيا يا كفافي، يا تيجي معايا وتعترف يا اما هقتلك. ابوس ايدك اعترف، انا دخت. تكتبني ليه؟ خلاص تكتب اعتراف بكل اللي قلته دلوقتي. اعتراف؟ قتلوا بمسدس ميه. ده ألف سلامة، هو الحمل في أوله كده. ونيجي للمشهد الأغبى المحبب لقلب الفنان أحمد عبد العزيز والفنان هادي الجيار. مين كان يصدق إن كل ده يحصل من العبد الملعون ده؟ كأنه جني. فعلا هما الجن بيضحكوا كده. جن انشقت الأرض عنه، ما له طول ولا عرض. إزاي؟ لا له طول ولا عرض، هو مين اللي كاتب السكريبت ده؟ سلامتك يا ولدي سلامتك. لا له شبيه ولا زي، لا له شبيه ولا زي. ازاي محدش شافه هناك مع الأمراء بيرفع سيفه ولا حتى بيرفع صوته. ازاي؟ بالراحه يا استاذ، صحتك. مش عشان ابنك انكسر قدامه، لا، ده عشان بقى خطر على الكل. خطر؟ ازاي؟ اللهم طولك يا روح. لازم تقتلوه، لازم، واللي يقتله ابني. ازاي؟ بطل جنان. ازاي؟ هو الجدير بالذكر ان المسلسل ده اتقلب فيه كميه صواني، الممثلين ما كانش يغمض لهم عين غير لما يقلبوا لهم كده 5-6 صواني كل حلقه. ازاي؟ ولو ما شفتش اغبى حوادث في تاريخ السينما والدراما المصريه يبقى فايتك كتير. هسيب لك الفيديو هنا دلوقتي، حبه حوادث كده ايه عنب. واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.